أول يوم في نظام اللو كارب لمدة أسبوع. هنعمل خبز عالي البروتين مناسب لجميع الأنظمة. هنجيب بيضتين وعليهم كوب صغير بتاع جبنة قريش أو قريش زي ما بتحبوا تنطقوها، وعلى خل وفلفل. هنضرب كل المكونات دي مع بعض كويس، وهنجيب صينية فرن لازم يكون عليها ورق زبدة. هنسخن الفرن مسبقا وهنفردها، بس ما تكون الطبقة خفيفة جدا، يعني نفردها بطبقة تكون شوية تخينة. بعد كده هرشها بسمسم وحبة سودة. هدخلها الفرن في درجة حرارة 170 لمدة 10 دقايق. هفتح الشواية دقيقتين وهتطلع معي بالشكل ده. هحشيها بملعقة بتاعة لبنة وخيار وطماطم. صدقوني الفطور ده مشبع بطريقة رهيبة، وعالي البروتين ومناسب لللو كارب والكيتو دايت ومقاومة الأنسولين وجميع الأنظمة. بعد كده الغدا بتاعنا كان عبارة عن صدور دجاج، نزلنا على البهارات زي ما موضح في الفيديو، ملعقتين أو ملعقة زيت. هدخلهم الفرن كمان مسخن مسبقا على درجة حرارة 220 ربع ساعة، وتطلع معانا بالشكل ده. هنعمل السلطة خضار عبارة عن خيار، خس، كل واحدة عبارة عن كوب، بصل أخضر، جزر، شمندر، ملعقتين من الذرة دي اختياري. الصوص هعمل ملعقة مايونيز لايت، ومع ملعقتين من الزبادي اليوناني، وملح وفلفل وسماق. هنخلط كل المكونات مع بعض، وهننزل صدور الدجاج على السلطة بتاعتنا، كمان عصرة ليمون. هننزل صدور الدجاج على السلطة بتاعتنا، وهننزل كمان الصوص، وهنلخبطهم كلهم مع بعض. وكان سلطة، يعني كانت سلطة خطيرة شديد. لازم تجربوها وتدوني رأيكم. ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان ما تنسوا اللايك والشير، وتشاركوا مع صحباتكم اللي عايزينهم يخسوا معاكم، وتعملوا التحديات مع بعض. صدقوني الفطور والغدا كانوا رهيبين بطريقة ما تتخيلوها. وعملت رشة من السمسم وبذور اليقطين كمان اختياري. بس كان الفطور والغدا مشبعين بطريقة رهيبة. يلا أشوفكم في اليوم الثاني بإذن الله. مع السلامة، باي.